فكرت قبل كده ازاي بنحس بالحرارة او البرودة، الألم او اللمس؟ النهارده هنتكلم عن انواع الاحساس في جسم الانسان وازاي الجهاز العصبي بيقدر يستقبل كل الاشارات دي. اولا الاحساس باللمس. الاحساس باللمس بيكون عن طريق مستقبلات اللمس الموجودة في الجلد، دي بتكون حساسة للضغط، الاهتزاز والتغير في الملمس، علشان كده بنقدر نفرق بين الناعم والخشن. الاحساس الثاني الاحساس بالبرودة والحرارة. مستقبلات الحرارة والبرودة في الجسم بتساعدنا ان احنا نحس بالتغير في درجات الحرارة، ودي بتكون مهمة جدا علشان خاطر نحمي نفسنا من الحروق او من التجمد. بعد كده الاحساس بالالم. الاحساس بالالم بيكون عن طريق مستقبلات الالم، وده بينبهنا ان في خطر. الالم بيكون انذار علشان نحمي نفسنا من الاصابات. في احساس تاني عندنا وهو احساس بالوضعيه والحركه. مستقبلات الوضعيه والحركه بتكون موجوده في العضلات والمفاصل علشان خاطر تساعدنا بالاحساس بجسمنا ووضعه في الفراغ، ودي بتكون مهمة علشان نحافظ على التوازن وننفذ الحركات بمنتهى الدقة. في عندنا الإحساس بالاهتزاز. مستقبلات الاهتزاز في الجسم بتساعدنا إن احنا نحس بالاهتزاز زي ما بتحس إحساس الفايبريشن بتاع الموبايل في جسمك. في عندنا نوع أخير اسمه الإحساس العميق، وده البروبيوسيبشن. ده بيكون عن مستقبلات موجودة في العضلات والمفاصل، وبيخليك تعرف أماكن جسمك حتى لو مش شايفها. جرب تغمض عينك وتلمس مناخيرك، ده الإحساس العميق هو اللي يساعدك تعمل كده. الإحساس نعمة كبيرة، وكل نوع من الإحساس ليه دور مهم في حياتنا، علشان كده لازم تحافظ على صحة جهازك العصبي علشان تستمتع بكل الإحساس ده. الإحساس نعمة، حافظ عليها. أنا دكتور عبدو حمدي، والتشخيص الصح يضمن حياتك.